هي كوتشينه شكلهم متعرفوش تلعبوا. كده ضحكت علينا البت. ده شطرنج يا ابني، انت عايز الظهر في ايه؟ مش اللي ليه ظهر ما يتدربش على بطنه؟ ما يتدربش على بطنه. طب ما تهزرش والعب يا خفيف. ماشي. شفت الأنان اللي وقع على الكوبري؟ اه دي حادثه صعبه قوي يا يوسف. ده أكيد المهندس اللي عمله ده هيتحاسب. خلي بالك هو مش مهندس. قصدك باش مهندس؟ لا بقول لك هو مش مهندس اصلا، هو كان شاطر في حاجه تانية بس استخسر المجموع ودخل هندسه. طب بمناسبة المجموع هو اللي شغال في صيدلية بيكون خريج صيدلة ولا علوم؟ بص يا يوسف، هو ممكن صيدله وممكن علوم، بس طبعا الافضل دبلوم. اشمعنى دبلوم؟ في الدبلوم احنا بندرس هيروغليفي، وده بيخليك تعرف تقرا روشتات بسهوله وبسلاسه، او بسلاسه ونص. أو بتسعة. واشمعنى 9؟ بعيده قوي. هو أنت لما تسعى ربنا يكرمك. طب كفايه قالش بقى لحسن الناس هتتخانق مننا. العب بقى. طب آخر سؤال، هو المسؤول بيبقى خريج إيه؟ بص هو مش مهم خريج ايه، لكن المهم مواصفاته ايه، والمسؤولين انواع مش كلهم زي بعض. طب والعصفورة؟ مالها العصفوره؟ بيبقى خريج إيه؟ العصفوره نوع من انواع المسؤولين، بس بيبدا عصفور صغنن وبيكبر بسرعه بسرعه وسبحان الله بيبقى مسؤول. وخلي بالك احنا قلنا ان ده نوع من انواع المسؤولين مش كلهم، وطبعا في مسؤولين شاطرين والناس كلها بتشهد على كفاءتهم وشغلهم. وكفايه كده بقى والعب. ايه يا ابني دي طابيه مش حصان، الطابيه بتمشي طول وعرض بس. لا ما هو الطابية دي قلبت الوزير فشغالها حصان، عادي يعني ما فيهاش حاجة. طب شفت الطابيه كعبلت الدنيا ازاي؟ عشان مش بتعرف تنط زي الحصان. عادي يا عم كده كده متكعبلة. هو انت ليه سايب القطع بتاعتك كلها مأنتخين ومرمط القطعتين 3 دول بس؟ طب هما القطعتين تلاتة دول اشتكوا؟ انت شكلك جديد في الشطرنج وهتتعبني. لا يا عم وهتعبك ليه؟ انتخ انت كمان. ايه يا ابني ده؟ القطع بتاعتك بتاكل في بعض. مش كانوا صعبانين عليك وبتقول متمرمطين؟ شفت بقى؟ هي اللعبه دي ملهاش قواعد؟ لا يخصى عليك ما تقولش كده، انت عارف اغنية عمرو دياب انا عايش ومش عايش؟ ايوه عارفها طبعا. ما القواعد بقى زيها كده. يعني القواعد دي موجوده ومش موجوده. ماشي. طب كيش مالك بقى يا حلو. ايه يا عم ده كله؟ الملك بيمشي خطوه واحده بس. ما هو ده مش الملك اصلا، ده الوزير بس ربنا. بس ايه؟ يخرب بيتك انت هتودينا في داهيه، انا مش لاعب. يا عم روح وانت بتعرف تلعب. كفايه كده ما توديناش في داهيه. كلنا عندنا مواهب وطاقه وامكانيات، بس مش كتير اللي بينجح علشان مش كتير اللي في مكانه الصح. احنا اللي بيتحكم فينا المجموع والواسطه والعادات والظروف، مش المواهب والخبره والامكانيات. فما تستغربش لما تلاقي قصدي حصان طالع له زلومه وبيلعب مكان فيه. مش محتاجه حاجه يعني. حياتنا زي لعبه شطرنج لكن مجنون، لا في حاجه في مكانها ولا حد فيه مضمون. اللي يبقى تمام وكرهك ولابس طوب حبيبك، واللي طالع فوق كتافك وتحت رجله يجيبك، واللي كلامه غير افعاله وبالمواعظ مش هيسيبك. اياك تحاول تفهم هتوه والهم يسيبك. بنات بعضلات ورجاله سلطات، تشيل بيوت ستات وتهرب الشنبات. عجوز في الصخر فات وشباب على القهوه مات. ده زمن يجيب احباط وعجبي. أنا آسف. دي عاطفية دي يا جابر. الحمد لله.